بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. مشاهدينا الكرام، شهر رمضان هو شهر المنح والعطايا، شهر الجود والكرم، شهر البر والإحسان، شهر التقوى، شهر صلة الأرحام. هذا الشهر هو منحة من الله عز وجل يأتينا في العام مرة واحدة، فما أجمل أن نغتنم هذا الشهر بالعمل الصالح وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالذكر وبالتسبيح وبتلاوة القرآن الكريم. ولقد كان السلف الصالح كما قال ابن رجب يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أخرى أن يتقبله الله منهم. أدعو الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام، وأن يجعل مصر واحة للأمن والأمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول الشاعر الحكيم: أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير النفوس من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا، ومنها خذ لنفسك للمعادي، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. مشاهدينا الكرام، خير مستفتح لنقلنا لصلاة الفجر القرآن الكريم. قال ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه.
وما للظالمين من أنصار يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء
وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم
بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. الفاتحة. زيادة في شرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. وهذا هو فجر اليوم الرابع من شهر رمضان لعام 1435 من الهجرة النبوية، حتى يأذن الله بميلاد فجر جديد. نرفع وكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا وتقبل صيامنا وقيامنا يا رب. أقبلت بالنفحات والإيمان، أقبلت بالنفحات والإيمان، تحدو خطاك ملائك الرحمن. أقبلت شهر الصوم، أقبلت شهر الصوم، تحمل للورى طغر النفوس وعصمة الأبدان. أقبلت بالبركات نهر محبة متدفقا بالخير والإحسان. الناس في الشهر الكريم تعانقت وتآلفت في رحمة وحنان. فقت الشهور بليلة ميمونة، فقت الشهور بليلة ميمونة، هي ليلة للقدر والقرآن.
صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. محمد واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد بشر في نوره قمر. محمد بشر في نوره قمر. في طهره ملك. في طهره ملك يمشي على قدمي. هذا ومن فوق هذا كله عظم رسول خالقه للناس كلهم. الله 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 علمه وحيا بلا قلم. الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. الله علمه وحيا بلا قلم. سبحان من علم الإنسان بالقلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بن علي بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية. مشاهدينا الكرام، شهر رمضان وشهر الجود والإحسان، وإن أقبال شهر رمضان علينا فرصة عظيمة لاغتنام الحسنات ومحو السيئات بصيام النهار وقيام الليل وصلة الأرحام وإصلاح ذات البين والعطف على المساكين ورعاية اليتامى والمحتاجين. عجلوا فيه الفطور وأخروا السحور، وادعوا الله عند الإفطار، وقللوا من الطعام، وادعوا الله عز وجل بالليل والناس نيام. ولا تغتابوا ولا تغشوا ولا تكذبوا ولا تخونوا، واحفظوا ألسنتكم فلا تشهدوا الزور ولا تسبوا أحدا ولا تلعنوا أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اللهم اجعلنا من المحافظين على صلاتهم المؤدين لها في أوقاتها، وتقبل منا الصيام يا رب العالمين، واجعل القرآن شافعا لنا، واحشرنا مع النبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. مشاهدين الكرام، أرى إخوانكم المصلين هنا قد فرغوا من أداء ركعتي السنة، والآن يقام لصلاة الفجر التي يؤمنون فيها فضيلة الدكتور أسامة الحديدي، إمام وخطيب المسجد الحسيني. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، سدوا الخلل، توجهوا إلى الله بقلوب خاشعة. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قل إن
أن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم لا تكلنا إلا إليك ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. اللهم تقبل صيامنا أجمعين وتقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسائر صالح أعمالنا يا رب العالمين. واجعل بلدنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما وسائر بلاد المسلمين. اللهم برحمتك الواسعة عمنا وقنا شر ما أهمنا وغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بفضل الله وتوفيقه نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من رحاب مسجد سيدنا ومولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ أسامة هاشم الحديري، إمام وخطيب المسجد مسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة. في الختام لكم تحيات الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتلفزيون، ولكم تحيات المخرج عبد العزيز عمران، وتحيات محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.